سالم الجزائري والأخت سكينة والأخ أبو مصطفى، وكل منهم قبل أن نبدأ يريد أن يقدم مشاركة. نبدأ بالأستاذ سالم الجزائري. على محمد وآل محمد. تحية مباركة للحج وعد اللامي ولكل متابعي على قناة الحجة الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي. حياكم الله مرة خير. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا الجزائري رحلت إلى نور الهدى متمكن، وخلفت خلفي ليل كل فطن. سألت الدجى عن وجه حق ضاع في دروب المنى، فانجاب لي بالحزن. تعبت ولكن الصبابة في دمي تغذي رجائي حين يخبو الوطن. تشيعت عن وعي فصرت مبصرا، أرى بالهدى ما كان يوما كفني. وقالوا غوى، قلت بل اهتديت، إنني وجدت عليا في ضمير اليقن. وقالوا سنسجنك، فقلت بسخرية، وهل يسجن الحر الذي لا يهني؟ أنا لا أخاف القيد ما دام حبه يقيم بي قلبي فوق كل زمان. رأيت دماء الصادقين مضيئة تسير إلى الرحمن، الدم هو الثمن، هم الشهداء الطاهرون دماؤهم، نجوم تنادي كل قلب حزن. وكم من فتى أخفى ولاء وليه فمات وعين الحب تظهر في الجفن. وكم من فتاة في الظلام تخفت تصلي وتبكي خشية قمع وحزن. أنا يا علي وإن تباعد موطني، فحبك في صدري ارتفع لم يهني. لئن هددوني بالرصاص فإنني أرى الموت بشرى لا تخيف الفطن. فدعني أموت على ولائك مؤمنا، تزف روحي للعلا في السكن. أيا شيعة الهادي اثبتوا في ولائكم، فأنتم نجوم الحق وسط الفتن. تسيرون درب الصابرين بعزة، وتروون صحراء البلاء بيقن. إذا ضاق صدر الأرض منكم فقولوا كفانا علي في الدجى والمحن. ولا تتركوا للحقد فيكم مداخلا، فبالحب يغنى المؤمن المؤتمن. وكونوا كمن بالصفح يعلو خصومه، فيطفئ نار البغض بالعطف الحسن. وحب علي فوق كل خصومة، به يزهو القلب المصفى السكن. فكونوا لوالديكم منار كرامة، إذا ظل فيهم جاهل أو وهن. ولا تنسوا إخوانكم في دعواتكم، إذا جن ليل أو بدا الفجر علني. سلام على من في العراق تكلموا بحجة آل البيت دون وهن، على من تحمل السجن وضعافها وصان ولاء الطهر في كل المحن. بهم عرفنا الحسين وأبصرنا قلوبا بها سدت طرق اليقن. فشكرا لكم من في المنابر صوتهم يعيد ألم الحسين وصرخة الحسن. رأيتك يا مولاي بدرا مشرقا ينادي نجوت وفزت يا سكني. فقال الوصي صبرت صبر محبنا، فحيا أتيت. فقال الوصي صبرت صبر محبنا، فحيا أتيت وطبت في الكفن. اللهم صل على محمد وعلى. الله يبارك فيك ويرحم والديك. الله يحفظك حج وعد، الله ينصرك ويحشرك مع الوصي عليه السلام. الله يبارك. طيب الآن الأخت سكينة أداء قصيدة. تفضل أخت سكينة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام أخت. حياكم الله جميعا. أنا استغربت الحاج وعد، تقريبا القصيدة تقرب علي للأخ سالم الجزائري، نفس المشاعر. سبحان الله. يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا أمي الحنون ويا أبي الغالي، يا من رعيتم في ظلكم طفولتي وآمالي. ما كنت يوما جاحدة لحبكم، لكنني سهرت الليالي باحثة حتى اهتديت بكتاب البخاري. سألت قلبي عن طريق محمد، عن وصيه وعن كل الآل، فأجابني النور الذي في داخلي، اتبعي وصي المصطفى سبط الكمال وفيه سر الجلال. ذاك علي الذي نادى به طه يوم الغدير، من كنت مولاه فهذا إمامكم في كل حال. ذاك الذي نام في فراش النبي فداء، ذاك الذي ما سجد لصنم ولا مال إلى ضلال. ذاك الذي قال فيه النبي مرارا، علي مني وأنا من علي في المقام.
يا أمي لم أخن عهدك ولا دربك، لكنني اخترت وصي رسول الله إمامي. يا أبي ما جئتكم بخرافة ولا وهم، إنما حديث النبي عندكم في الصحاح كالبخاري. قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، أليس في هذا البيان أوضح من ضياء الهلال؟ فلما تركتم العترة يا أحبتي، والنبي أوصى بهم وجعلهم سفينة النجاة. يا أمي صدقيني إني أبكي ليلا أدعو لك ولأبي عند رب المتعالي. أخاف نفاذ العمر وتبقوا بعيدا عن وصي محمد، عن ريحانة الوحي وعن الآل. ورأيت في منامي نور صاحب الزمان يمسح على قلبي ويدعوني للسجود والإيمان. قال لي لا تخافي فإن من يطلب الحق يجده، ومن يبحث بصدق يهتدي إلى طريق القرآن. فيا أمي لا تجعلي العناد سترا بينك وبين نور محمد وآله، بل افتحي قلبك للبحث والتأمل، فالهدى لا يحتاج إلا لبصيرة ووجدان. أخاف أن يأتي يوم لا رجوع فيه، وتندمون حيث لا ندم في المحشر والميزان والسؤال. لا تتركوني وحيدة في غربتي، أعينوني بالحب ولا تتركوني في مهب الرياح العوالي. إن كنتم تحبون محمدا حقا فاتبعوا وصيه، فالحب طاعة لا يكفي باللسان. قلتم بأني مشركة ومجوسية، ونسيتم نور الوحي في أحوالي. واتهمتم قلبي بما لم يعرف الضلال، بل سجد لله في خشوع وجلال. يا أمي قلت ستدخلين جهنم يوم تبعثين عند الكبير المتعالي، وأنا أقول ما وجدت الجنة إلا في حب محمد وآله، هم طريقي ووصالي. منذ استبصرت شعرت أني دخلت الإسلام حقا، لا مجازا ولا جدال. صار الدعاء حلوا في لساني، والصلاة نورا في فؤادي، والخشوع زاد في مقامي ومجالي. يا أمي لو تعرفين بماذا ضحيت لكي أتبع محمدا وآل محمد، لافتخرت بي دنيا وآخرة، وجعلت من دمعي وسامي. قلت لي تحرضين الناس على التشيع، وما حرضت إلا بنشر ما كنت فيه جاهلة من قبل، فأصبح علمي سبيلي ودليلي ومقالي. وحاولت أن تقنعيني أن يكون لي كل شيء في الحياة، وأتخلى عن محمد وآله، فاعذريني إن لم أطعك، لأن الله قال في تنزيله العالي: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ذهبت لزيارة سبط النبي فقلت: لماذا تزورين الشيعة؟ زوري قبر النبي أحسن لك من الشرك والضلال. والله يا أمي قلبي يؤلمني، لأنك لم تذوقي طعم حب الحسين، ولا لذة زيارته، ولا بكاء التقاة على رمح القتال. وقلت لي سوف أقطع صلة الرحم معك، فابتسمت والدمع يجري في مجالي. فأنا على يقين أننا سنلتقي عند الله، وحينها تكونين فخورة بي عند ذي الجلال. يا أبي أكتب إليك بدموعي، لعل قلبك يرق ويصغي لندائي. أنت سندي في الحياة، وأمنيتي أن تقف معي على درب النبي وعلي في النهار والليالي. ما تمنيت عصيانك، ولا أن ترفع يدك غضبا في وجهي أو تعرض عن حالي. كل ما رجوته أن تأخذ بيدي إلى رياض محمد وآل محمد، حيث الطمأنينة والبعد عن الضلال. وأنتم يا من آذيتموني وجرحتم فؤادي، قلتم مشركة خارجة عن سدادي. نسيتم أن جدي الحسين ذبح على الرماح، وأن زينب سبيت وعليا قتل في المحراب في السجود والعباد. فما غريب أن تؤذوا فاطمة في زمنها، وأن تؤذوني في زماني. فالمحب لمحمد وآله لا بد أن ينال منكم سهام العناد، لكني والله لا أحمل في قلبي حقدا، ولا أجعل الكراهية في وسادي، بل أرفع يدي لربي وأقول: اللهم اهدهم لنورك واغفر لهم، واكتب لهم الهداية في المراد. اللهم افتح لهم أبواب الحق كما فتحت بصيرتي، وأرهم جمال محمد وآله، واجعل لهم نصيبا من الوداد. حاجة عادة ما أقدر أكملها. شكرا يحفظكم. شوفي أخذنا قبل أن نأخذ الأخ أبو مصطفى، هي رسالة للضمائر الحرة. البعض يعني عندما يستبصر ولده أو ابنته كأنما انتقل من دين إلى دين. المسألة لا تعامل هكذا. لماذا؟ لأنكم لم تذوقوا طعم ولاية محمد وآل محمد. جربوا أن تنظروا إلى أولادكم
لماذا يستبصرون وإلى أين ذهبوا؟ واقرأوا ما قرأوا، اقرأوا ما قرأوا قبل الحكم. أنا أعرف كثير من الأخوة الذين يعانون ويستخدمون التقية وبعض الأمور من أبيه ومن أمه ومن أخوته. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يقول أنني واليت محمدا وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أتعلمون الغصة والحرقة في القلب أنه أنا أخاف من والدي. لماذا؟ لأنني في خير وأتمنى لوالدي أن يدخل هذا الخير وهو لا يعلم أنه الخير، ويحاربني من أجل الخير الذي أنا فيه الذي أتمناه له. شلون غصة في القلب؟